امبارح يا صديقي انثروبت رمت قنبلة اسمها كلود اوبيس 5، وانا ما استنيش ثانية، جربته من اول ساعة. بس الغريبة بقى الموديل ده ارخص من اغلى موديل عندهم بالنص تقريبا، وكسبه كمان. ايوه، الارخص كسب الاغلى، وهنفهم مع بعض ازاي وليه لايف قدامك. وكمان هوريك اللي معظم القنوات مش هتقولهولك: شكاوي اول يوم، وفيها واحد صرف $45 في 3 اسئلة بس. اهلا بيك في محمد اي اي لاب. لو بتحب تعرف جديد الاي اي اول باول، انت في مكانك. يلا نبدا. في 45 يوم بس انثروبيك نزلت 3 موديلات ورا بعض. 9 يونيو فيبل 5، الوحش اللي قارنته قبل كده بجي بي تي 5.6 في فيديو لعبة الزومبي. 30 يونيو سونيت 5، اللي جاب معاه المليون توكن كونتكست. وامبارح 24 يوليو اوبيوس 5، واكتملت العين. والموديل ده ما كانش سر قوي بصراحة، من اسبوعين ظهر كود نيم غريب جوه هاني كامب كيرسر، واللي جربوا سربوا ديموهات كسرت النت. مشاهد 3D من برومت واحد، ونسخ من عالم ماينكرافت. وفي ناس قالت ساعتها ده المفروض يتسمى فيبل 6 مش فيبل 5. دلوقتي الأسرار خلصت، والحقيقة طلعت أحسن من التسريبات. ركز معايا في 3 أرقام بس. رقم واحد السعر: $5 للمليون توكن الداخل، و25 للطالع. نفس سعر أوبيوس القديم بالظبط، ولا مليم زيادة. ده نص سعر فيبل 5. رقم 2 النتائج: المقارنات المباشرة اللي انتشرت يوم النزول 9 مقارنات. اوبيوس 5 كسب فيبل 5 في 5 منهم. وانثروبيك نفسها بتقولك ان اختبار الذكاء ارك اي جي اي 3 جاب 3 اضعاف نتيجة اقرب منافس ليه. ده كلامهم هما، وفي تقييم مستقل لحل مشاكل برمجة حقيقية جاب 97%. رقم 3 الذاكرة والمعلومات: مليون توكن كونتكست، يعني يبلع مشروع أو كتاب كامل مرة واحدة. معلوماته لغاية مايو اللي فات، أحدث معلومات في العيلة كلها، أحدث حتى من فيبل نفسه. طب لو الأرخص بيكسب، ليه فيبل لسه هو البريميوم؟ سؤال ممتاز، خليه في دماغك، لأن الإجابة هتغير طريقة اختيارك للتلاتة كلهم. كفاية أرقام، تعال نشغله على الشاشة دلوقتي. سطر واحد في التيرمينال. بالمناسبة مش محتاج الاسم الطويل، كلمة أوبس لوحدها بتوديك على أحدث نسخة على طول. سألته بالمصري: أنت مين وإيه الجديد فيك؟ وبص الرد جه في قد إيه. والأجمل من السرعة، الرد نفسه. بيقولك: بقيت أشطر في البرمجة وحل المشاكل المعقدة وشغل التيرمينال، وممكن أشتغل على مهام طويلة من غير ما أتوه. عجبتني من غير ما أتوه دي. طب نديله حاجة أتقل. قلت له بالمصري: اعمل لي خطة أوتوميشن تربط الجيميل بالكاليندر بالواتساب، عشان صاحب شغل صغير عمره ما يفوت ميتنج. ما تتفرجش بس على انه كتب خطة، اتفرج على انه فهم رتبها 3 خطوات، وقال لك ليه بالترتيب. ده الايميل الاول لانه مصدر الاخبار، بعدين الكاليندر لانه الذاكرة اللي بتلقط المواعيد اللي بتخبط في بعضها، والواتساب في الاخر لان اللي يوصل له لازم يكون الخبر الاكيد وبس. وزود من دماغه شغل اللوب ده الساعة 7 الصبح، وبعدين كل ساعة، وخلي الرد بكلمة واحدة على الواتساب: تمام أو أجل. يحرك الكاليندر تاني، ده مش رد، ده موظف عمليات. وخلي بالك لسه سؤال فيبل واقف في الهوا، بس الأول الكلام اللي محدش هيقولهولك. ودلوقتي الجزء اللي القناة معروفة بيه الصراحة: 3 حاجات اعرفها قبل ما تجري عليه. واحد، الموديل بقى رغاي، ردوده أطول من الأول، والكلام الزيادة بيتحسب توكنز. في مبرمج نشر إنه صرف $45 في 3 أسئلة باج فيكسنج بس. الحل موجود أهو: إعدادات الإيفورت الجديدة، مجهود أقل يعني فلوس أقل، وأنت اللي بتتحكم. اتنين، ودي معلومة دهب: لو متعود تكتب في البرومتس راجع شغلك أو اتأكد قبل ما تسلم، شيلهم. أنثروبيك نفسها بتقول الموديل بقى بيراجع على نفسه لوحده، ولو زودتها هيبالغ في المراجعة ويحرق وقت وفلوس على الفاضي. 3، في حاجة عاملة جدل على النت اسمها اوتوماتيك فول باكس. لو سؤالك اتعلم عليه انه حساس، بيتحول في الخلفية لموديل اقدم اوبيوس 4.8 من غير ما يقولك. الناس اللي على النت مش مبسوطة ان ده بيحصل من وراهم، اعرف انه موجود واحكم انت بنفسك. فاكر سؤال البداية: لو اوبيوس 5 بيكسب في اغلب المقارنات وبنص السعر، ليه فيبل لسه فوق؟ بص على الهرم كده تحت سونيت 5 للشغل اليومي. في النص اوبيوس 5 بتاع مشتركين الماكس والبرو. من امبارح فوقه فيبل 5 لسه بيكسب في أصعب مهام البرمجة والقانون، بس متاح بحدود وبياناته بتتحفظ 30 يوم. وفوق خالص ميثود 5 نفس فيبل، بس شايلين منه شوية من الفرامل، ومسموح بيه بس لشوية مؤسسات سايبر سيكيورتي وبنية تحتية معدودين على صوابع الإيد. أيوة، في موديل أنت أصلا ممنوع تستخدمه. يعني أنثروبيك عاملة زي شركة عربيات بالظبط. العربية الرياضية في الفاترينا للصورة،
انما اللي هتسوقها كل يوم وتكسب بيها هي اللي نزلت امبارح. الزتونة بقى يا صديقي، لو انت مشترك في الماكس او البرو مبروك، اوبيوس 5 وصلك من امبارح على الماكس، بقى هو الديفولت اصلا، مش محتاج تعمل حاجة. والتقسيمة العملية سونت 5 للحاجات السريعة الرخيصة، اوبيوس 5 للشغل التقيل والمهام الطويلة، وفيبل لو عندك مهمة مستحيلة والحساب مفتوح. سؤال النهاردة للكومنتات، اول مهمة هتديها لاوبيوس 5 ايه؟ اكتبها لي تحت، واصعب مهمة منكم هجربها بنفسي في فيديو واوريكم النتيجة. لو الفيديو ده وصلك بدري كده فده اكبر دليل ان الاشتراك بيفرق. اللايك والاشتراك دول بنزين القناة. والحلقة الجاية نار، الريماتش اوبيوس 5 ضد جي بي تي 5.6 في لعبة الزومبي، نفس البرومت ونشوف مين يكسب المرة دي. الفيديو هيظهر لك هنا اول ما ينزل. سلام.